You're never gonna be your true self until you transcend your humanity. مشاكل الماضي ومشاكل الطفولة هي ملخص اللي حصل في الحلقة الرابعة من مسلسل ذا بويز، وأهلا بيكم في شيف أفلام. وزي ما اتكلمت معاكم عن أول 3 حلقات من مسلسل ذا بويز، في حلقة النهاردة هشرح واتكلم عن الحلقة الرابعة واللي بجد كان فيها شوية تفاصيل مهمة جدا هتفرق معانا مع باقي الحلقات. بس الأول أتمنى إنكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك عشان دعمكم بيفرق معايا، ويلا بينا. المسلسل بيبتدي معانا في المعمل اللي اتربى فيه هوملاندر وهو صغير، وبنشوف صورة للنماذج الأولية للبدل بتاعته، ومكتوب على الصورة 1987. وأول بدلة على الشمال فكرتني ببدلة شخصية سينشري، واللي جنبها بالأحمر كده شايفها قريبة لستايل بدلة شازام، بس الفرق يمكن في لون الكيب. أما اللي جنبها فكرتني بستايل بدلة دكتور فيت. وآخر حاجة في الصورة الشكل النهائي لبدلة هوملاندر الحالية. بعدين بنشوف شوية صور للدكاترة اللي شغالين في المعمل زي مارتي وفرانك وهم صغيرين، ودي صورة لملاحظة مكتوبة باسم باربرا، واللي هي مديرة المكان عشان تفكر اللي شغالين بأهمية بروجكت اوديسا وأهمية السرية. وحاجة أخيرة هنا بتقول إنه تم الكشف عن سر الجهاز العصبي، ودي حاجة أكيد ليها علاقة بتأثير كومباوند في على العقل. بعدين بنشوف شخصية مارتي، وده واحد من الدكاترة وشغال على سائل أخضر، وده غالبا يبقى النوع المؤقت من كومباوند في، لأن كومباوند في منه نوعين، الأزرق الأساسي والمؤقت اللي لونه أخضر. بعدين بنشوف ان راجل الامن في المكان بيقول لمارتي ان كاميرات المراقبه مش شغاله وخطوط الاتصالات كلها مقطوعه، وبيلاقوا ان الاسانسير جاي لهم. ولما يتفتح الباب بيتفاجئوا ان هوملاندر داخل عليهم بعلبه كيك. ولما مارتي يقول جون، واللي هو اسمه هوملاندر في الحقيقي وفي الكوميك، هوملاندر يرد ويقول له ما تقوليش جون، ويقول لهم انه ما كانش متخيل انه يرجع تاني للمكان هنا. وبنشوف صوره بتجمع جون وباقي الدكاتره اللي كانوا شغالين عليه وهو صغير. بعدين بنشوف بوتشر وهو بيغمى عليه وبيقع في الحمام. لما وقع بيشوف بيكا مراته وهي تشجعه عشان يقوم. وفي نظريه مهمه جدا في اللي يحصل له والحاجه اللي بتمشي جواه، بس هتكلم عليها في الاخر وهستنى اعرف رايكم فيها. بعدين بنعرف ان فوت هتنظم اكسبو، وفيها يظهر اعضاء من السيفن زي هوملاندر وفاير كراكر وسيستر سيدج واي ترين، وده مخرج الافلام اللي ملوش لازمه. لكن اهم حاجه في الموجودين سام وكيت، ودول شخصيات من مسلسل جيم في، واللي متسمين حاليا بجارديانز اوف جودلكن زي ما مكتوب تحت اساميهم، وده نسبه لاسم جامعه جودلكن الخاصه بالسوبر هيروز والتابعه لفوت. وبنعرف ان في برنامج هيتعرض باسم ذا هول تروث او الحقيقه الكامله لتيك نايت. وتيك نايت ده مذيع ذكي جدا عنده قدرات عقليه تحليليه بتخليه يقدر يكشف الحقيقه او كذب اي حد، وده شفناه في مسلسل جيم في. وفي حلقه البرنامج هيتكلم فيه عن 4 شخصيات شفناهم في المسلسل، واللي فوت كانت حبستهم في مؤسسه تابعه ليها في اخر حلقه. وغالبا الحلقه الجايه هيبقى فيها كروس اوفر مع شخصيات مسلسل جيم في. بعدين بنشوف روبرت سينجر المرشح للرئاسه وهو بيسمع مذيع فوت وهو بيهزقه، وده بسبب القانون اللي عايز يعمله في انه يبعد اي حد عنده قوه خارقه من العمل في المؤسسات الحكوميه المهمه. وبعدين بتدخل عليه ستارلايت وبتقول له انها عايزه تساعده وتدعمه عشان يوقعوا فوت. بعدين بنروح على حوارات فرنشي اللي ملهاش لازمه، وكولين هنا بيحكي له على السبب في موت امه وعيلته، ويقول له انه كان مستخبي تحت السرير لما ده حصل، وانه شاف حروق على رجل الراجل اللي قتلهم. واللي بعدين في خلال الحلقه فرنشي يعترف لكولين ان هو اللي قتلهم، وكولين ينزل ضرب على فرنشي ويسيبه ويمشي. بعدين بنشوف ان فوت بتبني مسرح قدام مقر حمله ستارلايت عشان يعرضوا عليه برنامج فاير كراكر الجديد واللي اسمه ذا تروث بومب. وطبعا اللي خططت لسيناريو وتفاصيل الحلقه بذكاء سيستر سيدج، وفاير كراكر بتقول لها انها كانت مفكراها مغروره في الاول لكن دلوقتي بقت تحبها. وسيستر سيدج تقول لها احنا الجداد في السيفن ولازم نخلي بالنا على بعض. بعدين بنشوف ان مازر ميلك واخد معاه بوتشر عند مقر ستارلايت، ويعرفها ان بوتشر رجع معاهم للفريق. وبوتشر بيسال ستارلايت ايه سبب ان فاير كراكر مركزه معاكي كده، لكن ستارلايت بتكذب عليه وتقول له انها مش عارفه، بس طبعا بوتشر مش مقتنع. وبعد كده بنشوف بوتشر بيستخدم نفوذه ويحاول يهدد فاير كراكر بانه يفضحها بعلاقه قديمه ليها، لكن فاير كراكر ما يهمهاش وتطلع على المسرح وتقول اللي حصل معاها، لكن بطريقه تخلي الناس تتفاعل وتتاثر معاها. وبيساعدها في كده ازيكيال اللي عامل فيها راجل دين. بعدين بنشوف ان فاير كراكر بتفضح ستار لايت وتقول للناس انها كانت حامل وانها سقطت الطفل بتاعها وتقلب اراء الناس عليها، وستار لايت ما تقدرش تستحمل الكلام، وبنشوفها بتدخل في فايت معاها وتنزل ضرب فيها، وتلفزيون فوت بيصور كل اللي حصل. وبكده تكون نجحت خطه سيستر سيدج في التوقيع بستار لايت وتبوظ سمعتها قدام العالم كله، وده كمان يبقى سبب في ان روبرت سينجر يخسر مقترح القانون اللي كان عايز يقدمه للكونجرس. بعدين بنشوف هيوي ومعاه كيميكو بيقابلوا اي ترين، وهيوي يقول له ان عايز كومباوند في، وده عشان يديه لابوه اللي على وشك الموت. واي ترين يبقى مش موافق في الاول، وده لان هوملاندر شايل كل جرعات كومباوند في البيت عنده، لكنه بيوافق انه يساعده بعد ما هيوي بيقول له انه هيتصالح معاه. وبعد ما يمشي اي ترين العصابه اللي بتطارد كيميكو تظهر من تاني،
ويحصل فايت بينهم وبين بعض، وكيميكو تتقسم هنا لنصين، وهيوي بيضطر يقتل واحد وهو يدافع عن نفسه بس بطريقه دمويه شويه، وكيميكو بتقابل صاحبتها اللي مع العصابه واللي بتعاتبها على حاجه حصلت بينهم زمان، لكن كيميكو وهيوي بيسيبوها ويمشوا. بعدين نرجع لهوملاندر وهو في المعمل لسه، وبيتكلم عن طفولته واللي حصل ليه وهو صغير، وبيتكلم مع واحد اسمه فرانك ويفكروا لما كان يحطه في الفرن ويولع عليه. ومع ان هوملاندر ما كانش بيحصل له حاجه بس كان يحس بالالم، ويقول لفرانك عايزك تدخل الفرن يا اما اجيب عيلتك واحطهم معاك، وفرانك يقول له انا كنت بس بأدي شغلي، لكن هوملاندر يصمم وفرانك يدخل ويتولع عليه الفرن، وده كله يحصل وباقي الناس طبعا خايفه. وبنشوف هنا على الحيطه السن والطول وكله مكتوب باسم جون، لحد ما جون وصل 16 سنة وشطبوا على اسمه وبقى مكتوب بعد كده باسم هوملاندر. وبعدين هوملاندر بيركز على مارتي واللي عمل معاه موقف ضايقه وهو صغير فبيقتله هو كمان، وده على دخلة باربرا واللي هي مديرة المكان واللي كانت حاضرة ولادته، ويقفوا ويتكلموا عند الأوضة اللي بابها أحمر. وتعرف هوملاندر إن كل اللي حصل ليه وهو صغير عشان كانوا خايفين منه، وإنه في يوم ولادته خرج من بطن أمه بشقه لبطنها بشعاع والليزر، وفي اليوم ده مات 3 دكاترة وممرضة، وتقول له إنه كان في إيدك تهرب من المكان في أي وقت بس أنت ما عملتش كده، وده عشان خوفك من إنك تفشل وحاجتك لحب الناس. والسبب في كده إن فوت جابت أفضل علماء النفس في العالم، وده عشان يخلوه دايما يحس إنه محتاج للحب، وهنا يقول لها إنه خلاص مش محتاج حاجة من حد، وإن ابنه رايان موجود وهيربيه بنفسه عشان يبقى دايما عارف إن هو مش إنسان. بعدين بنروح على سيستر سيدج وهي بتقنع ديب إنه يدخل في عينيها حاجة عشان توقف بشكل مؤقت قدرات دماغها، حاجة كده زي ما حصل في الحلقة اللي فاتت. والملاحظ إن سيستر سيدج ملت أوضتها اللي في السيفن بالكتب زي ما كانت عاملة في شقتها. بعدين بنشوف إن إيه ترين بيدي كومباوند في الهيوي ويتصالحوا مع بعض، وده لما كان قبلها راح أخده من شقتهم لاندر، وكان اكتشف في سكته برطمان الشعر الأبيض وبرطمانات اللبن، وكمان كان صادف أشلي في الشقة وهي بتبوظ حاجة فيها، والاتنين اتفقوا إنهم ما يقولوش حاجة عن بعض. ولما يمشي إيه ترين بوتشر بيظهر ويقول للهيوي إنه غبي عشان بيفكر يدي الجرعة لأبوه ومش هتساعده في حاجة، وكمان بنعرف من بوتشر إنه أخد كومباوند في لكن ما عملتش ليه حاجة وإنها عجلت بموته أكتر. وبعدها بنشوف هيوي في المستشفى لكنه بيتردد في إنه يدي الجرعة لأبوه، لكن لما يسيب الأوضة شوية عشان يشتري حاجة يرجع ويلاقي أبوه يتشنج وإنه فاق. واللي حصل هنا إن أم هيوي أخدت بالها من كومباوند في اللي معاه وخدته منه من غير ما يحس واديته لأبوه، وغالبا كده هنشوف إن أبو هيوي هيبقى عنده قدرات خارقة هتبان معانا في الحلقات الجايه. لكن اعتقادي ان هيكون السبب في نجاح كومباوند في عليه ان كان دماغه شبه ميت، وكان في بحث عن الجهاز العصبي وعلاقته مع كومباوند في. وقبل الاحداث دي كلها في حاجه مهمه حصلت وانا قلت اسيبها للاخر عشان محتاجه تركيز شويه. فكان حصل فايت بين بوتشر وإيزيكيال واللي قدراته كده زي مستر فانتاستيك، وبوتشر كان جمد وكسر دراعه، لكن إيزيكيال قدر يلف دراعه التاني ويخنق في بوتشر. ولما بوتشر كان قريب انه يتخنق ويموت شفنا الباراسايت او الطفيلي ده بيتحرك حوالين دماغه. بعدين بوتشر شاف بيكا عشان تشجعه انه يقوم، بعدين اغمى عليه، ولما فاق شفنا ان دم إيزيكيال حوالين الاوضه كلها اكنه كان انفجر. وممكن نقول ان في احتماليه ان فيكتوريا نيومان هي السبب لانها معروفه انها تقدر تفجر الرؤوس. لكن اعتقادي ان اللي حصل او اللي يحصل مع بوتشر بشكل عام بالذات بعد ما عرفنا انه اخد كومباوند في الازرق ان الكانسر اللي عنده اتحول لكائن طفيلي ليه وعي، وكمان بقى مدي بوتشر قوه خارقه، حاجه كده اشرحها لكم زي فينوم. ففينوم اساسي كائن طفيلي، ولما دخل جوه ايدي بروك كان مأثر على اعضاء الداخليه واداله قدرات خارقه، لكن هنا الطفيلي مدي بوتشر قدرات خارقه لكن من غير ما يحس، حاجه كده كمان شبيهه باللي يحصل مع مون نايت. واعتقادي ان الطفيلي ده هو اللي يخليه بيشوف بيكا او بيكلمه من خلالها، لان الطفيلي موجود في دماغه وشايف قد ايه بوتشر متأثر بيها، وده عشان يشجعه ويحمسه انه يكمل وما يموتش دلوقتي. فالطفيلي اللي في دماغه كائن حي بسبب كومباوند في، وهو اللي يكلمه في صورة بيكا لما يحس بضعف، ومديله قدرات خارقة مش هتظهر غير لما بوتشر يكون في موقف خطر، واكيد ده هيبان مع الحلقات الجاية. وبتنتهي الحلقة على اننا نشوف هوملاندر خلص على كل الناس اللي شغالة في المعمل لكن سايب باربرا تعيش، وهوملاندر يدخل الاسانسير ويبتسم ابتسامته الشريرة لانه حاسس دلوقتي انه حر اكتر وانه ارتاح بعد ما قتل الناس اللي كانت سبب في عذابه وهو صغير. وكل ده كان بأداء تمثيلي مميز جدا من الممثل أنتوني ستار. وبس كده دي هتكون نهاية الفيديو ونهاية شرحي وتحليلي للحلقة الرابعة من مسلسل ذا بويز للموسم الرابع، وهستنى اعرف رأيكم في نظرية الطفيلي اللي مدي قدرات خارقة لبوتشر، ولا انتم شايفين ايه بيحصل معاه، وتتوقعوا ايه هيحصل مع ابو هيوي وايه هي هتكون قدراته الخاصة. وطبعا في الاخر لو عجبكم الفيديو يبقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.